في ناس بتدخل حياتك وتحس إنهم شبهك، نفس الاهتمامات، نفس الكلام، ونفس الإحساس بالأمان، فتثق فيهم بسرعة، تحكي لهم أسرارك وتحكي عن ضعفك وتتصرف بطبيعتك من غير ما تخاف. وفجأة الشخص اللي انت كنت مرتاح له أكتر من أي حد يبقى هو أكتر شخص عرف يوجعك. طب ليه بيحصل كده؟ خليني أحكي لك عن الفكرة. إحنا ساعات بنحط حاجتين، الراحة والأمان. مش أي حد ترتاح له يبقى الأمان. في ناس بتعرف تدخل حياتك بسرعة وتفهمك بسرعة، بس ده مش معناه إنهم لازم يستحقوا كل ثقتك. المشكلة إن إحنا بطبيعة حياتنا بنستعجل القرب، فبنختصر مراحل مهمة جدا، مراحل ممكن تخلينا نشوف فيها الشخص وقت الغضب، وقت الاختلاف، وقت المصلحة، مش بس نعتمد على وقت الكلام الحلو. لأن الحقيقة أي شخص يقدر يكون لطيف في البداية، لكن مش أي شخص يفضل كويس لغاية ما تظهر حقيقته. وعشان كده في نصيحة جدا مهمة لازم تعرفها: ما تديش حد كل مساحتك مرة واحدة، مش خوف من الناس ولا سوء ظن منهم، لكن حماية لنفسك. خلي الثقة تتبني مع الوقت، بالمواقف مش بالكلام بس، لأن أسرع العلاقات أحيانا بتكون أسرع حاجة بيبقى فيها صدمة عمرك. وده مش معناه إنك تقفل قلبك، لا، بس افتحه بهدوء. ادي كل شخصية حجمها الطبيعي لحد ما يثبت فعلا إنه فعلا يستحق الثقة دي. وفي الآخر مش كل حد مريح يبقى مناسب، وأذكى حاجة ممكن تعملها إنك تسيب الوقت يكشف لك الشخص اللي قدامك قبل ما تديهم أي مكان كبير في حياتك. وأنا هحكي لك الفكرة.